السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأواي ومأواكم، وعلى طريق الحق سدد الله خطايا وخطاكم. عاملين ايه؟ عساكم بخير، وحشتوني كتير. أسأل الله لي ولكم الهدى والسداد والتوفيق والرشاد. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يلا نقول أول سؤال. عمتك أخت أبوك خالي ابنها يقرب لك إيه؟ أكرر، عمتك أخت أبوك خالي ابنها يقرب لك إيه؟ دي الفزورة أول حاجة، ودي طبعا كل الناس عارفاها. طيب السؤال الثاني، نخش في السؤال الديني. نقول لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى كان عمره كام سنة؟ لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما توفى كان عمره كام سنة؟ وكمان هنقول على حبيبته وحبيبتنا وأمنا السيدة عائشة رضي الله عنها، كان عمرها لما توفت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يلا الإجابة اللي يعرف، وبشكر كل اللي بيجاوب. بشكر يا جماعة، في أستاذ إبراهيم جاوب بالظبط الإجابة، وفي أخت تاني هي أختي حبيبتي المحترمة الخلوقة أخت أم رامي جزاها الله خيرا. وفي كتير على فكرة قالوا بالنسبة للي هو أركان الإيمان جميل ما شاء الله، ولكن سامحوني أنا مش بعرف أحفظ يعني. في كتير يعني جاوبوا جزاكم الله خيرا. كل اللي جاوب جزا الله خيرا، واللي ما جاوبش برضو جزاك الله خيرا. وأنا عايزة اللي ما جاوبش يصلي على الحبيب، واللي يجاوب برضو عطروا أفواهكم بالصلاة على الرسول والاستغفار والأذكار. يعني لا تغفلوا يا جماعة في شهر رمضان خلاص بيجري اهو يا جماعة، مش هنحس بيه صدقوني. أول ما يخلص نقول إيه ده، هو رمضان جه؟ وهكذا بقولها في كل حلقة من الحلقات دي. وطبعا يعني عفوا على التأخير، لأني أنا دلوقتي كأني معايا أولادي كلهم، لأني بنتي في عمرة عقبالكم يا رب كلكم، وقاعدة مع أحفادي، فطبعا أنا بيبقى عليا بقى الحمل كله تمام. فلذلك أنا ببعت بتأخر، وأنا التأخير اللي عندي كمان أنا عملت مش من أول يوم رمضان، أنا عملت من يوم السحور. فسامحوني يا جماعة، أشوف لكم حاجة تاني عشان لسه الفيديو صغنون خالص، يعني اصبروا شوية أشوف لكم حاجة جميلة أقولها لكم. عدنا حبيباتي، يلا نقول شوية فوازير خفاف خالص، كله خفيف ومعروف يعني، وهيكون الأسئلة مهضومة. ما هو الشيء الذي كلما أخذنا منه يكبر؟ الثاني، ما هو الشيء الذي لا يبتل حتى لو نزل إلى الماء؟ ما هو الشيء الذي يجب عليك كسره، تكسره يعني لكي تستخدمه؟ ما هو الشيء الذي كلما أخذنا منه يكبر؟ ما هو الشيء الذي لا يبتل حتى لو نزل إلى الماء؟ ما هو الشيء الذي يجب عليك كسره لكي تستخدمه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والمسلمين، إني أحبكن في الله، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله لي ولكم الهدى والسداد والتوفيق والرشاد. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وسجودنا وركوعنا وصدقاتنا وزكاتنا، إحنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم وعدنا وارزقنا كلنا جميعا كده مع الاجتهاد ليلة القدر، لأنها اللي ما أخدش من ليلة القدر يعني يكسب حسنات ويكسب حاجات جميلة في ليلة القدر، هو هيكون حرم. طب وليه؟ طب خلاص اللي بقى يعني قولوا العشر الأوائل خلصهم، يعني اللي باقي مش قليل. ونجتهد كل الاجتهاد يا جماعة، وقرأوا قرآن، والمستغفرين بالأسحار. نوعوا إن شاء الله في الطاعات، علشان ممكن الإنسان بيمل. طبعا القرآن أجمل الذكر مثل ما قلت من قبل، ولكن إحنا ننوع
في الطاعات. يلا يا جماعة، حتى أن يجمعنا الله بكم بلقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، إني أحبكن في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.